يا ريس الرأفة بينا شوية. طب قول لي نجيب منين لما زيادات 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 زيادات؟ يا ريس ده خد من التل يختل يا ريس. ده اللي حتى الناس اللي محوشه خدت سحبت فلوسها في اكل وشرب عشان تعيش الحياه. الناس ما عادش معاها حاجه، احنا مش نافعين، الناس مش عارفين ناكل، في مجاعه، احنا مش عارفين نعيش، مش عارفين نجيب اكل. هنقول اللبس او بنقضينا بحتتين الهدمتين اللي عندنا، لان اللبس غالي كمان. الناس اللي عندها اطفال دي تعمل ايه يا ريس؟ يا ريس ده اطفال هتطلع مش متاسسه. يعني حجتك يا ريس بتعمل مشاريع لمين؟ الاطفال دي مش متاسسه يا ريس، لا بتشرب لبن ولا بتاكل زبادي ولا بيض ولا حاجات من الحاجات دي. رفاهيات دلوقتي بقت رفاهيات، في عهدك كل حاجه بقت رفاهيه يا ريس. مش عارفين نشم نفسنا، بالراحه علينا شويه يا ريس. يا ريس شوف الاسعار يا ريس، يا ريس شوف الاسواق، شوف الدنيا يا ريس. انت غليت يا ريس على اي اساس؟ الدنيا غليت على اي اساس يا ريس؟ مفيش حاجه، المرتبات زي ما هي، معاشات زي ما هي. عايز تقول لي ان المفروض ان احنا نزود المرتبات؟ ايوه انا عارف، بس منين؟ الناس اللي هي باليوميه زي ما هي وما فيش شغل، الناس اللي هي قاعده على الطل طوال يعني، اللي بتستنى حد ينادي لها وحد بتاع، ما فيش. الناس الدنيا واقفه، الدنيا واقفه على الناس. هتقول لي حرب؟ انا ماليش دعوه بالحرب، انا ماليش دعوه بحرب اوكرانيا، حرب روسيا. ما تجيبليش سيره الحرب في الاكل والشرب. مش عارفين نجيب اللبن، ماشي، مش عارفين نشرب كوبايه لبن زي الاول، زي الاول مش عارفين. الاطفال الصغيره مش عارفين اهلهم يشربوا شويه لبن، عايزين يتاسسوا. مش انت بتعمل مشاريع عشانهم؟ طب دول هيطلعوا ايه؟ ما عندهمش اصلا، مش هيعرفوا يمشوا على رجليهم. لازم تظبط الاسواق، لازم ترفع المعاشات، لازم ترفع المرتبات. مش هينفع وتشوف للناس اللي هي قاعده على الطلطورات دي شغل، تفتح لهم مجال في الشغل. احنا مش عارفين ناكل ولا نشرب ولا نجيب اي حاجه ولا ندفع فواتير. وجبه الغداء اتلغت، او فطار وغدا، وجبه العشاء اتلغت عشان الناس توفر، لان ما معهاش تجيب الوجبه الثالثه. مش المفروض 3 وجبات، لا، الناس كلها بياكلوا وجبتين بس. وفروا وجبه، ما هيجيبوا الوجبه الثالثه منين؟ هيجيبوا الوجبه الثالثه منين؟ وحياتنا كلها على الهوا، اكل على الهوا. ما ينفعش الاكل ده تغذيه لنا، ما ينفعش، ما فيهوش غذاء خالص، لان مش قادرين نجيب ونقاوم الحياه اللي احنا فيها. اللي استحملناه زمان مش هنقدر نستحمل اكتر من كده. احنا استحملناه كتير قوي 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 يا ريس. ما تضغطش علينا كل شويه، انت بتضغط علينا وعلى نفسنا يا ريس.